Det här är Koranen. Nej, så här ska man göra med Koranen. Takbir! Allahu Akbar! Man ska inte hävda mot islam. هذه اللقطات لامرأة سويدية تتداول وسائل التواصل الاجتماعي صورها وهي تقبل القرآن وتردد عبارة الله أكبر. جاء ذلك ردا على قيام عنصريين من اليمين المتطرف بحرق نسخة من المصحف أمام البرلمان السويدي وسط ستوكهولم. الواقعة حدثت قبل أيام أثناء حفل تأبين أقيم للمدرس الفرنسي صامويل باتي الذي قتل على يد متطرف إرهابي في فرنسا. الشرطة السويدية التي كانت ترتدي الملابس المدنية حاولت منع حرق القرآن وحذرت الشخص بأن ما يقوم به هو تحريض ضد مجموعة عرقية. ضابط الشرطة قوبلا باحتجاجات لفظية من بعض المتطرفين الذين تجمعوا في الموقع وقالوا إنهم يرفضون حرمانهم من حق التعبير عن آرائهم. المواطنة السويدية قالت أثناء قيام المتطرفين بحرق القرآن إن كلام الله لا يمكن أن يحرق. تصرف هذه السيدة السويدية لاقى تجاوبا وترك تأثيرا إيجابيا يؤكد على أن الرد السلمي على الرسوم الكاريكاتيرية وعلى حالة استفزاز المؤمنين هو أقوى من القتل والانتقام بالإرهاب.